هعمل معاكم بقى النهارده كفتة فراخ بطريقة سهلة وسريعة وهشة جدا من جوه وطعمها هتعجبكم قوي. هحتاج هنا بقى نص كيلو من الصدور. ممكن طبعا تضيفوا صدور او وراك، بس انا هنا ضايفه صدور بس. وهخلطها كويس جدا كده لغايه ما تبقى ناعمه تماما. هحط بقى التوابل، فلفل اسود وشطه وبصل باودر، ونص كيس من خلطه الكفته، ومعلقتين كبار من البقسماط، ومعلقه من البقدونس المفروم. هظبط الملح ونص معلقه من البيكنج باودر، وبصلايه هشيل منها الميه بتاعتها واحطها على الخليط. هحس انها بتلزق شويه، هحطها في التلاجة لمده نص ساعه، ولو مستعجله عليها قوي بحطها في الفريزر 10 دقايق. اجيب هنا بقى ميه البصل واحط عليها معلقه من الصويا صوص الفاتح ومعلقه من دبس الرمان. هجيب بقى الكفته اخرجها كده بعد نص ساعه، ادهن ايدي بالزيت واصبعها بالشكل ده كده. وبعد ما اخلص بقى الكميه كلها كده في البايركس، اروح بقى دهناها بالبصل والدبس الرمان.